جريمة بشعة هزت الرأي العام الأردني، ضحيتها الطفل السوري أحمد عمارة من مدينة حمص والبالغ من العمر 7 سنوات. هنا ومن أمام منزله قام القاتل بإغواء الطفل بالحلوى، حيث قام باستدراجه إلى منزل مهجور، قام بتعذيبه واغتصابه ومن ثم قتله. لعبوا الأولاد هون، أمنت أنا أن الأولاد هون بيلعبوا سوا، وأنا فاع بطفل الملوخية. عيط لأمي، كلمة أمي طلبته ما لقيته. وين راح ما بعرف. شفت واحد مقرفص هنا الزاوية بين سيارتين، مقرفص مع السيكارة هاي بيحكي جوا، يقولوا لنا يلا لاحقك. هاي كلمة بس بدي أشوفه، ما شفت إنه عتم. المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة عمان أسند تهمة القتل العمد تسهيلا لجناية هتك العرض، وعقوبتها الإعدام شنقا حتى الموت، ويبلغ القاتل من العمر 27 عاما، ويعتبر من ذوي الإسبقيات بتعاطي المخدرات. أهالي الضحية طالبوا بإعدام الجاني فورا. هذا راح شهيد لأنه راح خطيفي، راح اغتصب واندبح وانشالت عيونه، مشلعيله عيونه. أنا شفته اليوم بالمستشفى كانوا مشلعيله عيونه كمان. يعني منظر ما بتفرج لأي إنسان، منظر ما بتفرج. بطلب أنا لجئته من هون رحيله من هون الحرم، يعني أي سرعة شو يصير بلا. وألقت كوادر البحث الجنائي الأردنية السبت الماضي القبض على قاتل الطفل بعد أن أبلغت بوجود جثة لطفل في إحدى المنازل المهجورة في حي النزهة، وبعد التحري تمت معرفة هوية الجاني وشركائه في الجريمة. اطلعنا على أول كاميرا لقينا الشاب اللي مذكور هذا اللي قاتل. ثاني كاميرا أخذناهم على الكاميرا تاعت أبو محمد، اطلعوا على الكاميرا عرفنا وحكينا لباسم بيك العشرمي، قلنا له يا سيدي هذا احنا معروف إنه. قال مين هو؟ قلنا له فلان الفلاني الجاني. جريمة مقتل أحمد هزت الشارع الأردني الذي استنكر الجريمة البشعة، حيث طالب الحكومة بإعدام الجاني قبل حلول عيد الأضحى المبارك. كلنا عارفين إنه هذا رأي عام، فنتمنى من الله ومن جلالة سيدنا الله يطول في عمره وعطوفة مدير الأمن العام والقضاء النزيه إنه هذا الشخص يعدم هذا الشخص، حتى إحنا تبرد قلوبنا ويبرد قلب هذه المرأة اللي فقدت طفلها. عائلة الطفل أحمد والتي لجأت إلى الأردن منذ 4 سنوات تطالب بتحقيق العدالة من خلال تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني، كما طالبت بإجلاء عائلته من الحي. من عمان هاني موعد، أورينت نيوز.